قايمه محمد ابراهيم. انت كلنا اتكلمنا في الموضوع ده. يعني انا مش هتكلم على اللعيبه التانية اللي انضمت ما تستحقش انها تنضم من فرق تانية، انا مش هتكلم عليهم، اتكلم على الاقل على اللي يستاهل. ايه اللي ينقص محمد ابراهيم؟ على فكره انا كزمالك مصلحتي ان محمد ابراهيم ما ينضمش. انا بالنسبه لي طبعا بعيد عن الثقه والكلام ده، انا عايزه يرتاح، الراجل بيلعب ماتشات على طول وسفر وضغط، فبالنسبه لي لا، انا بالنسبه لي يرتاح. بس طبعا هو كمحمد ابراهيم اكيد نفسه ينضم. طبعا ليه عندنا دي ده الفكره بتاعت لازم اللعيب كده لازم عنده 30 سنه، يبقى عنده 25 كده اقل حاجه، يعني ده يبقى ده يبقى طفل معجزه صغنون ده. بالظبط. ليه عندنا لسه الفكر ده؟ احنا شفنا اللي خد احسن لعيب في العالم وهو عنده 17 18 سنه، واللي بيلعب وشايل منتخب بلده سواء افريقيا او اوروبي. على فكره منتخبات افريقيه او اوروبيه بتلاقيهم 17 و18 سنه وشايلين منتخباتهم. بالظبط حد يعني احنا مش بنقول حد مثلا بالظبط، وخد احسن لعيب في العالم وهو سنه 17 تقريبا ولا 19 يعني بالظبط حاجه كده يعني. فليه احنا لسه عندنا الفكر؟ واحنا لما روحنا بطوله افريقيا شفنا ده غير بقى سيبك من المنتخبات الاوروبيه، لو حتى رحت لما شفت في بطوله افريقيا احنا من اكبر معدلات الاعمار في البطوله. وانا اعتقد مفيش يعني منتخب في افريقيا بيتعامل بالموضوع ده غير منتخب، يعني غير الدوري المصري اللعيب اللي بيبقى عنده فيه 22 سنه 23 سنه بيتعامل معامله الناشئ، اللي هو اصلا بيبقى في اوروبا حتى وفي الدوريات الافريقيه بيبقى بيلعب اساسي في منتخبات بلاده. صحيح. فلا انا شايف ان ما اعرفش هل دوت يعني سيستم بيمشي عليه اي مدرب بيجي، ان ما ينفعش مثلا لعيب صغير ينضم، او مثلا اللعيب دوت ينقصه ايه عشان ينضم. يعني اللعيب بيلعب في نادي الزمالك بيلعب اساسي، مقدم ماتشات ولا عنده كام احسن سنه ولا بالظبط؟ اروع. محمد ابراهيم عنده 19 تقريبا. 19 لا صغير قوي ده، عندنا ناشئ ده مش صغير خالص يعني. لا بتكلم في عرفنا هنا عندنا. لا يعني 18 يعني محمد السيد 19 سنه، محمد ونجم عادي. يعني هو انا لازم استنى عليه مثلا 5-6 سنين عشان اعامله ان هو لعيب ينضم ونقول عشان الخبرات والكلام ده؟ طب ما انت اديله دلوقتي في الماتشات الوديه دي، عشان لما تيجي في بطوله مهمه للمنتخب بتلاعب مثلا في افريقيا اللي جايه يبقى لعيب مكتسب احنا خبرات. عندنا هنا لازم اللعيب يبقى ما شاء الله حلو ونعتبره كبير كده وعنده 25 سنه. ما اعرفش ايه الفكر بصراحه. المشكله كمان المركز ده اصلا فيه ناقص في المنتخب، يعني هو ما فيش اصلا. يعني سواء كان مع احترامي لمحمد هاني او احمد عيد او اي حد بينضم، مش المستوى خالص اللي يعني ابقى داخل مع المنتخب. يعني بنشوف انديه يعني وخاصه انت حتى لو مش هتاخده معاك في القائمه الاخيره ما تاخده تجربه، يمكن تلاقي منه خامة طيبة متوافقة مع المنتخب مفيدة بالنسبة لك. وايه المشكلة تاخده تجربه؟ هو دي القائمة اللي رايحة كاس العالم يعني؟ ما انت ممكن تاخدهم وتجرب. عادي. بالظبط. بيتعمل اصلا المعسكرات دي بتتعمل